السلام عليكم احبابتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو جديد غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال السحور اولا ديروه للفطور. اللي بغيتو راه تيجي هذا الدجاج هذا ساهل بزاف بطريقه زوينه بزاف. غادي نصاوبها معكم ان شاء الله وناجح معكم من اول تجربه، وتيجي رطب بزاف وغزال بزاف بديك الوصفه السحريه اللي غندير ليه. بقاو مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه والطريقه. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه ما تنسونيش بالضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. بقاو مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه والطريقه وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نحطو فيه هاد المكونات. هنايا عندي واحد ملعقه كبيره عمرها مزيان ديال المايونيز. من الاحسن يكون هذا المايونيز العاقد ثقيل. هنايا درت واحد ملعقه صغيره مع عمراش ديال الهريسه. درت التوابل ديال الدجاج، اي المروزيه ديال الدجاج. عندي هنايا شويه ديال الابزار والملح. من الاحسن ما نديروش الملح حيت المايونيز ديالنا راه مالح بزاف. وهنايا عندي دجاجه صغيره اما ما تحتاج انني ندير لها كاع الملح باش ما يجيكمش مالح شويه. صافي هنايا غادي نخلطوا هاد المكونات. وصفه سهله، شفتوا راه ما فيهاش كثرت المكونات، ولكن صدقوني راه تتجي بنينه بزاف. صافي هنايا غادي ندهن الدجاجه ديالي مزيان مزيان بهذاك الخلطه. هنايا في نفس الاناء غادي ناخذ الشعريه الصينيه اللي غادي نكون مرطباها في الماء. هنايا ضفت ليها هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الحامض مصيام مقطع، وشويه ديال الزيتون مقطع. وغادي نضيف ليها التوابل نيت اللي ضفت للدجاج. صافي من بعد راه غادي درت ليها هنايا المروزيه ديال الدجاج وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملح ما نديروش حيت مع داك المايونيز راه مالح وديك داك الزيتون كلشي راه مالح، من الاحسن ما نضيفوش. هنا راه ضفت شويه ديال الهريسه، راه ما كثرتش الهريسه باش حيت الدراري صغار ما بغيتهمش يحسوا بداك الحار وبغيتهم ياكلوه، داكشي علاش ما ضفتش بزاف ديال الهريسه. صافي هنايا غادي نعمر الدجاجه من الداخل، ولكن ما نعمروش ما بين الفخاد باش ما يتفرقعوش لنا الجوانب. غير الوسط، غير الوسط ديال الدجاجه اللي غادي نعمرو، غير الداخل ديال الدجاجه عفوا اللي غادي نعمرو، وما نعمروهاش بزاف باش ما تفرقعش لنا. صافي من بعد غادي نلويوها هنايا في ورق ديال الطهي، ومن بعد غادي نلويوها هنايا في ورق ديال الالومنيوم. غادي نحطوها في شي صفيحه ديال الفرن. غادي نديروها على سدر ونحطوها في الفران تقريبا مده ديال ساعه ونصف على حسب الكبر ديال الدجاجه. كاينه الدجاجه اللي ما تاخذش لنا الوقت في الطياب، وكاينه الدجاجه اللي تكون كبيره تاخذ شويه الوقت في الطياب. غادي نشعلوا عليها من الفوق ومن التحت على درجه تكون عاليه. صافي هنايا من بعد ما درت الدجاجه هنايا غادي ندوزو نحضروا التغميره اللي غادي نرافقوا بها الدجاج ديالنا. ضفت هنايا في واحد الكاميله اولا في كوكوت. درت هنايا واحد بصله صغيره اللي تكون مقطعه رقيق، وضفت هنايا قزبر ومعدنوس، شويه ديال الزيتون اللي تيكون مقطع رقيق، دوائر. صافي ضفت هنايا توابل ديال الدجاج المروزيه وسكنجبير وخرقوم وشويه ديال الابزار والملح. صافي هنايا غادي نديرو شويه ديال زيت الزيتون مع زيت المائده، نشحروا هاد المكونات مزيان. هذا غادي نضيف لهم هنايا تقاطع ديال الدجاج، القنصه او الكبده والقلب والعنق. هنايا سلقتهم في الماء من بعد قطعتهم، من بعد غادي نضيفهم هنايا على ديك البصله بعد ما تشحرات مزيان. هنا غادي نخليهم يطيبوا على المهل حتى تغمر لينا ديك التغميره ونطفيو عليها. صافي هنايا غادي ندوزو هنايا الدجاجه بعد ما طابت. شوفوا كي تيجي اللون ديالها تجي مذهبه واخا باقي ما عريناش عليها. هنايا باش تعرفوها انها طابت تدخلوا السكين الى خرج لكم الماء راه باقي ما طابتش، ولكن هنايا انا راه شوفوا كي طايبه، راه طايبه فتيه
وطيبه مزيان. صافي هنايا غادي نحيد داك الورق. هنايا غادي ندهنها بشويه ديال الزبده مع التحميره مع شويه ديال الهريسه، وندخلوها عاوتاني للفران تحمر لينا وتاخذ لنا اللون مذهب. هنايا بغيتو ديروا شويه ديال السمن الحار حتى هو دهنوا الوجه ديالها بالسمن الحار الا كان متوفر. صافي هنايا غادي ندهنها مزيان بهذه الطريقه هذه باش يعطيها واحد اللون مذهب وزوين. هاد الوجه هذا هو اللي كانت تطيب عليه. شوفوا كي تجي محمره واخا باقي ما حمرناهاش. شوفوا كيف قلت لكم الا درتو الشعريه بزاف ما بين الفخاض راه غادي تفرقعوا لكم، غادي تفرقع عليكم ديك الجلده اللي تتكون ما بين الفخاض. من الاحسن انكم ما تعمروش الدجاجه بزاف بالشعريه الصينيه. هنايا بعد ما تحمرت لنا الدجاجه، هنا غادي نقدموها في صحن ديال التقديم. هنا ما شاركتش معكم شلاضه، ولكن شلاضه راه معروفه. حتى الفيديو ان شاء الله الجاي ونشارك معكم التفاصيل ديال هاد الشلاضه هذه، تجي سهله بزاف وبطريقه سهله. غادي نشاركها معكم ان شاء الله. هنايا درت هنايا شويه ديال الرز اللي تنكون خلطته بشويه ديال الطون وشويه ديال الزيتون مقطع والمايس وشويه ديال البزار والمايونيز وزيت الزيتون. غادي نحركهم مزيان. هنايا درتهم في واحد الزليفه، وهنايا شكلت بهم هنايا في الطبسيل، درتهم هنايا في الطبسيل. صافي هنايا درت البطاطا، المهم الخضر اللي عندكم اللي تتبغيو ديروها مع هاد الدجاجه تكون مرافقه ديالها، راه تجي بنينه بزاف. هنايا البطاطا درت ليها غير شويه ديال الابزار، الملح وشويه ديال زيت الزيتون، كذلك حتى خيزو حتى هما قطعتهم مربعات. هنايا درتهم تسلقوا. هنايا الباربه تاهي نفس الشيء. هنا الباربه راه ما درت ليها حتى شي حاجه ديال العطريه، حيت عندي هاد الباربه هذه بنينه بزاف ما تحتاجش حتى شي حاجه ديال التوابل. صافي هنا غادي نقسموا الدجاجه ديالنا من النصف باش تبان ديك الشعريه في الوسط. صدقوني هاد الدجاجه هذه تتجي بنينه بزاف. هنايا كتزين اضافي طفت هنايا شويه ديال طماطم، طوماط سوريز والذره. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ومع العائله باش تعم الفائده. ولا جربتوا هذه الوصفه هذه ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد الا كنتوا اول مره تزوروا القناه. وما تنسونيش بشي تعليق زوين الا حضرتوا هذه الوصفه هذه، حضروها بعينكم مغمضين، غادي تنال الاعجاب ديالكم وصدقوني غادي تعجب العائله ديالكم. راه تيجي رطب بزاف وطريقه راه سهله، غادي يوجد معكم في ساعه. شكرا على الدعم والتشجيع وعلى المشاهده، والقاكم فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.